من اقوى القدرات الدفاعيه واثنين من افضل حراس المرمى سواء اكرامي او الشناوي وحبيب. ادي حسني فتحي اللي بدا في الجبهه اليمين مكان اسامه ابراهيم، صفقتين من 2016 2017 اللي بداوا يدخلوا في المكان ده بعد رحيل حازم امام واكتر من اكرامي. اختبار جيد ليه هياخد بيه الثقه مع البدايه، عاوز يلعب بسرعه قبل ما يرتد اللعيبه على وسط ملعبهم. تتلعب الكره تاني عند مؤمن زكريا، عرضيه في منتهى الخطوره، عرضيه اتعملت هناك عند مروان اللي كانت عاوزه حنينه. حسني فتحي مع محمد ناصف، هل هيكون ليهم ادوار مهمه في العرضيات؟ ادي عرضيه في منتهى الخطوره انما يا دوبك بدماغه كده وليد سليمان. الدور الاول ضربه حره لسه احمد فتحي بيبص لزمايله قدام على حدود المنطقه، يلعبها احمد فتحي على ايمن البعيد في منتهى الخطوره. نجيب خطيره اللي فاتت عملها احمد فتحي، متفقين عليها ورايح نجيب ياخد ضربه ركنيه. بص شوف الحكايه من اولها، ادي احمد فتحي وادي محمد نجيب من ورا المدافعين في منتهى الجمال، انما راجع لورا محمود حمدي اللي داخل مره هنا ومره هنا بدون اي استثمار ليها. وهنشوف الفاولات هتتنفذ ازاي. سعد سمير طالع مع محمد نجيب، تتلعب جامده في منتهى الخطوره، خطيره مش ممكن اللي فاتت، خطيره للاهلاويه والشراسه كانت على مرمى الشناوي انما تمر من امام الجميع. بص شوف من الاول عبد الله السعيد عمل عرضيه صالحه للاستخدام التهديفي، يا دوبك لطشها مؤمن زكريا بدماغه. المتابعه من احمد فتحي في كره تعتبر بعيد، ورفع المساعد اول ما وصلت بقى للعيب اللي كان في موقف التسلل، انما كانت كره في منتهى الخطوره لصالح النادي الاهلي. مروان محسن من بره ال 18، عبد الله السعيد، حسين طالع له عامل مشوار كبير. حسين العرضيه موجوده في منتهى الخطوره، جول مؤمن زكريا، مؤمن بطعم الاجوال، مؤمن سبايسي. 1-0 للنادي الاهلي بعرضيه بلسم مع الدقيقه 22. جون هيغير الامور تماما، انما عرضيه حسين السيد في اول استخدام للمساحه في ظهر حسني فتحي يعمل عرضيه نموذجيه داخل ال 18 والمتابعه موجوده من مؤمن. قلت لحضراتكم اللعيبه اللي بتسجل في لقاءات القمه تخصص، هي اللي بتيجي وتحضر في المواجهات والمناسبات الثانيه. ادي اللعبه عبد الله السعيد اول تمريره منتهى الجمال والروعه، حسين السيد وتعدي من الجميع، هديه لمؤمن زكريا. بابا نويل بيقدم هدايا للنادي الاهلي يوم 29 قبل راس السنه ب3 ايام، انما لسه وقت كبير. الزمالك قادر على العوده، اللقاء هيتفتح وتتغير تماما المعطيات والامور الوقت اللي جاي. ادي اللعبه والجمله الجماعيه، اول عمل هجومي جماعي يتعمل لتشكيله نادي الزمالك في الحته الهجوميه. ادي مؤمن زكريا، عرضيه تاني محمود حمدي يطلعها في منتهى الخطوره في مكان صعب لسه اماكن التاثير، عبد الله السعيد يظبطها. الاهلي بقى اشرس، الاهلي بقى ليه تواجد وحضور هجومي بعرضيه محمد هاني خطيره مش ممكن. مؤمن زكريا تحس ان الراجل ده ايه بيطلع من تحت الارض بدون رقابه. بص شوف مؤمن زكريا تحركاته والرشاقه بتاعته والسرعات اللي بيعملها كويس، تحس كده ان هو بيدوس على 120 كيلو. السرعه الاخيره كده امام المقصه وامام طلائع الجيش مؤجل من الاسبوع الثاني والمقصه مؤجل من الاسبوع الخامس. طلع كويس قوي سعد الدين سمير، لسه عند حسام عاشور. طارق حامد تسديده من بعيد انما تقل الخطوره والفعاليه، كان سجل قدام انبي من نفس المسافه تقريبا. طارق الثنائي اللي بتكلم عليه ناصف او حسني فتحي. تتلعب اماميه الكره من جديد عند محمد ابراهيم، يا ولد يا لعيب، خلصها كويس قوي، يزحلق حسين قبل ما يروح عليه حسني فتحي، عرضيه خطيره انما يطلع اكرامي يظبطها، انما عدى كويس قوي حسني فتحي وعملوا جمله مشكله. انما في الاخر قلت كل اللعيبه دول حبايب وهيبقوا في منتهى الجمال مع بعض في المنتخب. مؤمن زكريا بكعبه، تسديد احمد فتحي خطيره فوقتنا. فتحي يطلع واحده من اكتر من 25 متر وتالق للشناوي. من المفاجآت اللي بنتكلم عليها احمد فتحي بيسدد. بص شوف فتحي بيعمل ايه بوش رجله، وعملت بند خفيف كده بار جد للشناوي مع الدقيقه 9 تقريبا من الشوط الثاني. ملعوبه الكره تاني لمؤمن زكريا، حضور هجومي، عرضيه خطيره مش ممكن اللي فاتت، خطيره من مؤمن النهارده صاحب الحلول الهجوميه، سجل وهو اللي بيصنع لزمايله في العرضيه الاخيره. عبد الله السعيد يستلم تاني بضغط من ابراهيم صلاح، انما النادي الاهلي راح بهجمتين في منتهى الخطوره. ادي كاساي بيوقف اللعب بعد ما شاف الشناوي على الارض كده، ولا مين
في اللعبه الاخيره، انما عرضيه من مؤمن زكريا الاهلي يحضر بهجمتين في منتهى الخطوره. بص مؤمن زكريا كان في كره تانية جوه الملعب ومروان محسن عدت من قدام دماغه، مش ممكن اللي فاتت، خلصها مروان اول مره في منتهى الجمال وراح خد مكان عبقري، يا دوبك كده لو حط فيها ايه، لو حط شعره بس كانت هتيجي جول. طارق حامد ادي تمريره، مؤمن خطير مش ممكن، الشناوي برافو يا ولد، خطيره من مؤمن زكريا اللي بيحمل لواءات الهجمات لغايه دلوقتي، لان زاحم يمين وشمال الملعب، هو اللي عامل التأثير، هو اللي بيوصل، وهو الورقه الرابحه النهارده في تشكيله حسام البدري. انما بص عبد الله السعيد يوصله ازاي، وادي اللعبه اللي راح وحطها في الزاويه الضيقه، والشناوي يطلع مرتين اختبارات جديه للشناوي، والتألق من نصيب احمد الشناوي حارس الزمالك عشان يحافظ لفرقته. الاهلي هدد مرتين بتسديده فتحي وانفراد مؤمن من الجنب، ادي وليد سليمان تطلع من رجله مش مظبوطه جامده قوي وما لفتش معاه كمان زي ما هو عاوز، دوت طلعوا عند محمد هاني ونفذوا بست سبع تمريرات في منتهى الجمال لغايه ما وصلوا ال 18. عاوز يعمل هات وخد عبد الله مع مؤمن، ترجع تاني خطيره هيدي الحكم ما اداش حاجه، عاوز منها اكرامي خالي تماما. ادي اللعبه وادي مؤمن وفعلا جايه في جنب كده علي جبر، ادي اللعبه من زاويه تانيه فعلا ما جاتش في ايده علي كويس، وتعادت اللعبه اللي احنا شايفينه بنقوله. تتلعب تاني عرضيه خطيره مش ممكن، انما عبد الله السعيد في منتهى الخطوره لسه جوه ال 18، كوره ملعوبه انما يطلع سعد الدين سمير في منتهى الشراسه للزمالك 3-4 مرات، هجمه موجوده عند معروف يوسف انما تكتل دفاعي، محمد ابراهيم عاوز يعملها بليسنج انما سهله اول مره، ويحافظ لفرقته على حظوظ التعادل لغايه دلوقتي. تقدم للاهلي 1-0. مؤمن زكريا طلع تاني من قدام ال 18 سعد الدين سمير، تمريره تعمل مشاكل، حسام عاشور طلعت من رجله تروح ليه ايمن حفني، تسديده جامده طلقه من شوقي السعيد، انما هما الاثنين اللي سلموا ورجعوا تاني مكانهم لطارق حامد. محمد ابراهيم جاي المره دي من العمق لطارق من جديد، فاتح له ايمن، تسديده جامده يا ولد يا لعيب، يا ولد يا طارق يا حامد، يا ولد يا اكرامي، فوقت الدربكه اللي حصلت في لعبه ايمن حفني وتعامل سعد سمير، وكان كملها شوقي السعيد بتسديده. ادي عبد الله السعيد، عبد الله وشوقي، عبد الله خطير، انما يا ولد يا شناوي لاحمد رفعت اللي دخل لجوه، ايمن حفني معروف هيسدد على الارض سهله لشريف اكرامي وما اداش الشكل اللي يخليه نشوف محمد ناصف هيعمل ايه وبعدين نكمل الحكايات. خلاص الجمهور يقول لك يا عم عاوزين الماتش دلوقتي. احمد فتحي تسديد على الارض خطيره انما بعدت زي ما هو مع الصفاره والنتيجه. هل هيتبدل الحال؟ عرضيه خطيره، جول اجاي منك يا راجل، مش ممكن للنادي الاهلي. اجاييه نازل بالجون بتاعه، غير الكتالوج البدري ورايح على الجماهير، ثنائيه اهلاويه. جونيور اجاييه الهدف الثاني مع الدقيقه 90 عشان يقضي على امال نادي الزمالك في التعادل. بابا نويل سانتا كلوز يحضر بهداياه لجماهير الاهلي ولاعيبته وجهازهم الفني. 2-0 في لقاء النهارده. بدأ مؤمن زكريا وبعدين جونيور اجاييه، مش عايزين اي مشكله بره يا جماعه، خلاص اللقاء 2-0 الاهلي اتقدم. لعيبه الزمالك عملوا اللي عليهم في مواجهه النهارده، انما خلينا في الجون الثاني. وادي الشناوي قدامنا وتعليمات حسام البدري كأن الراجل كده مبرمجه هينزل يعمل ايه في الثواني اللي فاضله. انما بص شوف عرضيه فتحي، مش ممكن عرضيه فتحي، وخطأ دفاعي من الاثنين المساكين. الونش ما كانش موجود عشان يشيل الكرة ولا كمان علي جبر. اجاييه هو اللي كان حاضر بضربه راس على شمال الشناوي. ثنائيه اهلاويه تحط النادي الاهلي